اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة في منتهى الجمال. عظمة عظمة عظمة. هنعمل العجة بتكاتها وأسرارها. هي ملهاش أسرار قوي، بس يلا بينا نبص على المقادير ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندي البصل، أنا هبشره، وعندي كمان طماطمتين مبشورين، وهنا شوية خضرة، شبت على كزبرة على بقدونس، 3 4 فصوص من الثوم، وعندي فلفل أخضر متقطع، وعندي هنا بابريكا، فلفل أسود، وكمون وكزبرة وملح، والملح طبعا على حسب الرغبة. وعندي 3 4 كوباية من الدقيق، وعندي هنا معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وطبعا ال3 بيضات اللي هنستخدمها. بس كده، هي دي مقاديرنا. يلا نسمي الله ونحط الطاسة بتاعتنا على النار، عليها شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي. ننزل بالبصل وهنبدأ نشوح البصل بتاعنا الجميل ده. نحط شوية ملح عشان البصل ينزل كل المية بتاعته ويدينا بقى ايه، كرملة كده جميلة. ايوه، يا دوب البصل يدبل شوية، وهنزل بالثوم المفروم. طبعا احنا عارفين ان ما ينفعش ننزل بالثوم على طول مع البصل، لان تسوية الثوم غير تسوية البصل. هنزل بالفلفل الاخضر وتقلبتين، وهنزل بالطماطم واسيبها تتسبك شوية. طب والخضرة بقى يا رنوشة؟ الخضرة بحطها في الاخر خالص، لما اتأكد ان كل ده اتسبك وبقى زي الفل. بصوا كده تمام التمام. انزل بقى بالخضرة بتاعتي عشان يفضل لونها اخضر وجميل. نزلنا بالخضرة كده، انا خلصت كل الحاجات اللي انا هعملها على البوتاجاز. هاخد كل ده على جنب واسيبه ما يبرد شوية، وبعدين هنكمل وصفتنا. بعد ما كل الكلام الجميل ده برد خلاص، هنزل بقى بالثلاث بيضات مع البهارات. هنزل بالبهارات الاول، كل البهارات بتاعتي وهقلبها، وبعدين يلا هنزل بالثلاث بيضات كده. ادي اول بيضة، وادي التانية، وادي التالتة، كده زي الفل. ومعانا 3 4 كوباية الدقيق نزلت بيها، وكمان معلقة البيكنج باودر منساهاش. بس كده، يلا هنشيل المعلقة الخشب دي، ويلا نجيب مضرب السلك ونقلب لحد ما كل الدقيق ده يختفي خالص. قلب كل الجمال ده مع بعض. وطبعا انتي بتظبطي الملح بتاعك على حسب الرغبة، لو عايزاه زيادة شوية او عايزاه مظبوط. والأحسن يكون وسط، كل حاجة وسط حلو. بس كده، هجيب صينية بقى وادهنها زيت، وهحط كل الكلام الجميل ده فيها، وطبعا ما يكونش ارتفاعها كبير. انا جبت الصينية كانت وسط، دهنتها يا دوب زيت من تحت كده عشان طبعا العجينة ما دي العجة ما تلزقش. وحطيت بقى العجة دي فيها. بصوا كده، خلاص انا دوبت كل الدقيق وخليته كله متجانس مع بعض. بس دخلتها الفرن. في الوقت ده بقى عملنا شوية بطاطس متحمرين، كانوا حاجة كده في منتهى الجمال. بص لونها ذهبي وجميل ازاي. في الوقت اللي كانت العجة بتاعتنا في الفرن بتستوي، انا كنت خلاص خلصت البطاطس اللي على النار، وتمام التمام زي الفل. الاكلة بتاعتنا الجميلة دي بقى ينفع تبقى فطار، وينفع بصوا شكل العجة لما طلعت من الفرن، وبصوا سمكها ما كانتش تخينة خالص. ما شاء الله، كانت حاجة عظمة عظمة عظمة. بصوا انا عايزة اوريكم السمك بقى. ودي رشة الزيت اللي انا دهنت بيها الصينية، خليت كمان اللي خلت كمان من تحت كمان حمرا وجميلة. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي. بس كده انا طلعت العجة بتاعتي اهي وبرصها في الطبق عشان نبدأ بقى الفطار بتاعنا الحلو. زي ما قلتلكوا، الأكلة دي ممكن تبقى فطار، ممكن تبقى غدا في الأيام بتاعت آخر الشهر دي اللي كلنا عارفينها، ممكن كمان تبقى عشاء، عشوة جميلة. لونها كان ذهبي وجميل، وماسكة نفسها، كانت عظمة عظمة عظمة. وهو ده كان فطارنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة، وتعملوا اللايك كمان الجميل. وإن شاء الله تجربوها
وتعجبكم. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع رنوشة. مع السلامة.